بالأيام اللي مضت مواقع التواصل الاجتماعي ما كان إلها سيرة ولا حديث إلا عن هالقضية اللي هزت الدنيا، قضية كريمة صقر المعروفة إعلامياً بعروس المنوفية. البنت اللي ما كملت 20 حياتها انتهت بطريقة مأساوية بعد زواج ما طول غير 4 شهور، والمصيبة الكبرى إنها كانت حامل بالشهر الثالث تحديداً. القصة ظاهرياً بتشبه كثير قضايا مرت علينا، الزوج بيتهور وبينهي حياة زوجته، والموضوع بينتهي بإنه أكيد رح ياخذ جزاؤه. لكن بواقعة المرحومة كريمة الوضع كان مختلف شوي. اللي خلى الموضوع مش عادي هو الأقوال اللي طلعت من أهلها، اللي حكوا عن المعاناة والويل اللي شافته كريمة ببيت زوجها طول هال4 شهور. لكن بنفس الوقت أم الزوج اللي هي الحماة كانت بتدافع عن ابنها دفاع مستميت، وبتتكلم بطريقة غريبة ومستفزة خلت الواحد ما يستوعب كيف ممكن سيدة تحكي بهي الطريقة عن بنت عمرها 20 سنة انتهت حياتها. كل كلامها كان ملخصه إنهم كانوا شايلينها على كفوف الراحة، وإنه اللي صار قضاء وقدر وابنها ما إله أي علاقة. بس بالحقيقة بان ووضح إنه هذا الحكي كله كذب وتضليل، وهاي محاولات يائسة عشان تبريء ساحة ابنها. القضية هون مش بس جريمة إنهاء حياة، هي كمان جرس إنذار لكل أب وأم بيجبروا بنتهم تعيش عيشة ما بتناسبها، تتحمل وتكابر لحالها تحت شعار ضلي على بيتك عشان الناس ما تحكي إنك اتطلقتي بعد كم شهر. الحماة كانت تسرد روايات خيالية عن براءة ابنها، لكن بعد ساعات قليلة تقرير الطب الشرعي وصل وحسم الجدل كله. التقرير أثبت بالدليل القاطع إنه كل حكيها كان عار تماماً عن الصحة. وهون بتبين نفسية بعض الأمهات اللي بعد ما يزوجوا أولادهم بيتعاملوا مع زوجة الابن كأنها ملكية خاصة إلها. التقرير هو اللي رح يكشف الحقيقة كاملة ويثبت إيش اللي صار بالضبط لهالعروس اللي انظلمت. بس قبل ما نغوص بالعمق ونكشف خيوط هالقضية اللي شاغل الرأي العام واللي تفاصيلها بتوجع القلب، إذا كنت مهتم تعرف الحقيقة كاملة وتشوف كيف بتتفكك الأكاذيب قدام تقارير الطب الشرعي القاطعة، نتمنى منك تعمل اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ويلا نبدأ بتفاصيل قصتنا. قصتنا بتبدأ أحداثها من قلب مصر، وتحديداً في مركز أوسنا التابع لمحافظة المنوفية. هناك كانت بطلة قصتنا الصبية اللي كانت بتحلم بالأمومة، كريمة صقر. كريمة صبية بوردة العمر، عمرها ما تجاوز 20 سنة وقت وقوع الكارثة. هي بنت لأسرة بسيطة جداً، ناس على قد حالهم ومعدنهم طيب. أب وأم عاشوا بحالهم ببيت أبسط مما تتخيلوا، لكنهم قدروا يزرعوا ببنتهم الأخلاق والقيم والدين وربوها أحسن تربية. قبل ما تدخل كريمة القفص الذهبي كانت بنت مكافحة، بتشتغل عاملة بمصنع للخضروات المجمدة، بتساعد أهلها وعايشة حياتها طبيعية وبكل رضا، لحد ما إجا اليوم اللي دق فيه نصيب بابهم. في ناس من أهل الخير حاولوا يوفقوا بينها وبين العريس، والمفارقة هون إنه كريمة وأهلها بالأصل مش من سكان المنوفية. الروايات بتقول إنهم كانوا عايشين ومستقرين بمحافظة القليوبية، ومن هناك بدأت الحكاية اللي كانت بدايتها نصيب ونهايتها فاجعة هزت المحافظتين. إجا العريس اللي اسمه أيمن وعمره بحدود 30 سنة، بيشتغل عتال على سيارات النقل الثقيل. دخل هو وأهله بوجوه طيبة ورسموا صورة العائلة المثالية. الأم عندها ولدين عايشين، أيمن وجمال، والكل ساكن ببيت عيلة. الأم بالطابق الأول والأولاد كل واحد إله شقته بالأدوار اللي فوق. يعني كريمة بدها تطلع من بيت أهلها لتسكن بمملكة الحماة. هون المطب يا جماعة، أهل كريمة سألوا ولا ما سألوا؟ العلم عند الله، بس الأكيد إنه الصورة ما كانت واضحة. أهل المنطقة بأوسنا كلهم بيعرفوا إنه أيمن غرقان بالتعاطي من زمان، ومو بس هيك، إله سوادق بالعدوانية. تخيلوا إنه خطب بنت قبل كريمة، وبالخطبة نفسها
مد إيده عليها وضربها وترك الحفلة وطلع. ممكن أهل كريمة سألوا، بس واجهوا المشكلة الأزلية ببعض مجتمعاتنا: يا عمي استروا عليه، بلكي لما يتجوز الله بهديه وبنصلح حاله. وهيك انرمت كريمة بالنار بحجة الستر، وتم الزواج بشهر أغسطس سنة 2025 يوم العرس. وفي الوقت اللي المفروض تكون فيه الفرحة ببيتها، دخلت أم كريمة تنقل العشاء وبتجهز الأمور، وتفاجأت بمنظر غريب. الشقة كانت مقلوبة فوقاني تحتاني، أغراض كريمة ومكياجها بغرفة النوم، كل شيء مبعثر، كأنه في شخص غريب دخل واستخدم الأغراض بكل وقاحة، وقعد بالشقة وأخذ راحته على الآخر ومشي. الأم بقلبها الطيب وقتها حاولت تقنع حالها بتبريرات. قالت ببالها: يمكن واحدة من بنات العيلة ما لحقت تروح على الكوافير ودخلت تضبط حالها بشقة العروس. رتبوا الأغراض، سكتوا على غصتهم، وحطوا العشاء وطلعوا، وما كانوا عارفين إنهم تركوا بنتهم بوكر، مش ببيت زوجية. دائما مسرح الجريمة ببلش يجهز حاله من قبل ما توقع الواقعة، وهي الكركبة اللي صارت ليلة العرس ما كانت مجرد صدفة، كانت رسالة واضحة إنه الخصوصية بهذا البيت معدومة. خلص العرس ورجعت كريمة مع عريسها على البيت، وما مرت ساعة زمن إلا وكريمة بترن على أمها وصوتها فيه استغراب وخوف: يما، العيلة كلها عندي بالشقة. تخيلوا، ليلة العرس والحمة والحماة والسلفة والكل قاعدين بيكبسوا على نفس العروس عشان يتعشوا عندها. الأم بقلبها الصابر جاوبتها: يا بنتي معلش، بلكي بدهم يتقربوا منك ويحبوكي. وما طلع نهار الصباحية إلا والحماة بتدق الباب من الفجر: قومي يا عروس، بدنا نسوي محشي، صارلنا شهرين بنستنى فيكي عشان تطبخي إلنا. وبدل ما الأم توقف وقفة حازمة، كانت تطمنها وتقولها: اتأقلمي يا يمة، هاي طباعهم وعوايدهم، عيشي وضللي على بيتك. بعد شهر واحد انفجر الوضع. كريمة رجعت لبيت أهلها ووجهها بحكي قصص، أنفها مجروح وملامحها مكسورة. خالة كريمة اللي بهمرها وقريبة منها كشفت المستور. كريمة اعترفت لها والدمعة بعينها: أيمن مسك راسي وصار يخبط فيه بجدار الحمام لحد ما نزفت. ومثل العادة في قصصنا المأساوية، إجا الزوج وأهله باعتذار كاذب وقالوا: والله كان بيمزح معاها، ما قصده. وبنصيحة الأهل بإنها ما تخرب بيتها، رجعت كريمة للمحرقة مرة ثانية. ما مر وقت طويل وإلا كريمة بترن وهي بتستنجد: يمه، أنا بنزف دم كثير، وهم رافضين يودوني على الدكتور. هون الأم حست بالخطر الحقيقي وصرخت بأبو كريمة: الحق بنتك، روح جيبها من هناك قبل ما تضيع منا. هون منشوف كيف البيئة الحاضنة للجريمة بدأت تتشكل: تهاون من الأهل بحجة الستر، وتوحش من الزوج وأهله بحجة التمكين والسيطرة. المأساة هون إنه أهل كريمة بقلبهم الطيب وعقليتهم البسيطة قرروا ياخدوا بنتهم يعالجوها على حسابهم ويرجعوها. تخيلوا، البنت صارت كأنها قطعة أثاث خربانة، بودوها على الضمان تتصلح وبترجع لصاحبها. والزوج ولا كأنه موجود، لا مسؤولية ولا إحساس. حتى أم أيمن الحماة بلسانها وبكل تضارب بأقوالها اعترفت بلقاءاتها إنه كريمة تركت البيت مرة بسببها هي، وكانت تهول موضوع الضرب وتقول: والله ضرب خفيف ومزح شباب. أي مزح هاد اللي بوصل للدم والمستشفيات. بعد 3 شهور كريمة وصلت حد الانفجار، صرخت بأهلها: ما بدي أرجع، أيمن وأهله ناس مؤذيين، حياتي معهم جحيم. الأهل للحظة فكروا بالطلاق، بس هون دخلوا أهل الخير اللي ما بعرفوا من الخير غير اسمه. توسطوا وقعدوا يضغطوا على أهل كريمة: يا ناس، شو يقولوا عنكم المنطقة؟
بدكم تطلقوا بنتكم بعد 3 شهور؟ الناس رح توكل وجهكم ويقولوا العيب ببنتكم. وللأسف أهل كريمة خضعوا لهذا التخويف ورجعوا الحمل الوديع لوكر الذئاب مرة ثانية وسط وعود كاذبة من أيمن إنه رح يتغير. خالة كريمة واللي كانت بنفس عمر كريمة كشفت سر بيوجع القلب. كريمة حكت لها إنه أيمن وهو بضرب فيها حكى لها كلمة خلت دمها يبرد بعروقها. قالها بالحرف: بقدر هسا أشيلك وأرميكي من البلكونة وأقول إنك وقعتي لحالك وما في مخلوق بيقدر يجيبلك حق مني. هذا الكلام ما كان مجرد تهديد عابر، هاد كان إعلان نوايا. أيمن كان برسم الخطة بعقله وبمهد للطريق وبفهم كريمة إنه حياتها بإيده وما إلها ثمن. بشهر ديسمبر سنة 2025 وبوقت العصريات انكسر هدوء المنطقة بمركز أويسنا على مشهد صادم. طلع أيمن من باب البيت وهو حامل زوجته بين إيديه، مبين إنها جثة ملفوفة بحرام، وأمه واقفة وراه على الباب، عيونها بتراقب الطريق يمين وشمال كأنها رادار للمراقبة. أيمن كان مو قادر يشيلها، الحمل ثقيل عليه، وتكتك واقف بستنى فيه عشان يروحوا بالجثة لمكان ما بعلمه غير الله. لكن إرادة ربنا خلت الجيران يكونوا موجودين. الجارة أم محمد كانت راجعة من عند الدكتور وهاي كانت شهادتها. اللي حصل أنا كنت كشفة وجاي من عند الدكتور، فداخلة الشارع، كان الكلام ده 4:30 5، كان المغرب جدا عليا وأنا جاي. كانت الدنيا يعني هنا كده مظلمة، كان يوم سبت وكل الناس قاعدة في بيوتها. فأنا معدية لقيت حد بينادي على زغلولة: انزلي انزلي. فنزلت، فكانت خدت راجعة من السوق، كان باقي معاها شوية زرع، فخدتهم دخلتهم لجماعة هنا في شارعنا. فخالتها نادت عليها قالت لها: الحقيني تعالي يا زغلولة. فزغلولة دخلت شافتها، طلعت بصت عليها لقيتها ميتة، يعني راقدة، واحدة راقدة خلاص، مفيش أي دم ومفيش أي حاجة. لا ما شفتش دم، شهادة قبل بقى ربنا. فلقيتها عاملة كده مقرفصة كده وقاعدة مكوعة، والنظام ده كله كده عشان دي شهادة أنا قبل بقى ربنا، لأني وكيل النيابة لما سألني قال لي ده دم ومتعلق في رقبتي. فأنا أولا ابني متوفي عنده 20 سنة، فأنا ما بحب بدي كل واحد حقه، يعني أنا ضايقة النار. تمام. فاللي حصل دخلنا لقيت أيمن نازل بيها، دي والدة المتوفي، والدة هنخلص معاها بس وهنكلم حضرتك. فلقيت في توك توك واقف، في عيل صغير زي ده كده، وأيمن نازل شايلها على إيده ونازل بيها، وهو نازل بيها من على السلم. طبعا ميتة تقيل عليه، ما كانش في أي حد شايل معاه. راحت نازلة في الأرض منه، لما نزلت في الأرض اتعرت لغاية هنا كده من ورا ومن قدام، ما كانش فيها إلا البرموده. طبعا أختي ليا فحبيت إن أنا أسترها، هاتوا اي حاجه غطوها واستروها يا ولاد، استروها يا ولاد، مش هتخرج يا ايمن، مش هتخرج من البيت لان هي وضعها كده مش هتخرج ميته. ازاي مش ازاي؟ قلت له هي شكلها ميت. فخدناها دخلناها على سرير حماها، وبعد ما دخلناها على سرير حماها طبعا ايه اللي جرى وايه اللي حصل وايه اللي وصل، قال كنت زهقانه انا وهي شويه. طيب هنا كده كان في حاجه زرقاء وفي حاجه هنا زرقاء، قلت له، قال لي لا ده ملسوعه، اللسع بقى له كتير، بقى له زمان يعني اللسع ده. طب يا ولاد انت هات اهلها، مش مرضيش. طب نعمل ايه يا جماعه؟ عاوزين نشوف الدنيا فيها ايه. دخلنا جوه، فطبعا اللي رايح واللي جاي الدنيا بقى كلها عرفت، فكل الشارع دخل. طلعين في كلام وحش. اما الشارع دخل طبعا بقى كل اللي ربنا قدره على حاجه عملها. انا بقى دي بقيت اخد ديت واقول لها تعالي نسعفها نشوف لها اي دكتور. لفينا على جميع الدكاتره، مفيش اي دكتور رضي يجي معانا، قال لك لا مش هنيجي، ودوها يا اما مستشفى بنها يا اما مستشفى بلدكم. طبعا ما كانش في دكاتره في بلدنا. فالمهم خدنا بعضنا ورحنا للدكتور السيد الحبشي. فطبعا حايلته ودايلته والنبي يا دكتور يا رب يخليك، اختي لنا تعبانه والحكايه وجارتنا، تعالى الله يخليك انت كده. قال انا رجلي مكسوره. قلت له جايبه لك توك توك. قال لي خلاص ماشي. جبنا التوك توك وجبنا بعضنا وجينا، لقينا جوزها كان جاب دكتور اسمه احمد محروس صيدلي. فالدكتور لما دخل وشافها قال ده فيها حاجه بسيطه. فقلت له لو سمحت دي دكتور بطنه وقلب خليه يشوف حالتها. دخل فتح عينيها ومسكها من هنا كده وشاف النبض، قال البقاء لله، هي متوفيه.
فخلاص توفت بقى، سترناها وغطرناها وتمام. فوالدة أيمن بتسأله بتقول له الحالة إيه؟ قال لها هبوط في الدورة الدموية، حد يجي معايا ياخد التقرير وأنا هختمه له من المكتب. راحوا علشان يجيبوا التقرير، شتمهم ورجعهم، راح بلغ بقى. الدكتور هو اللي بلغ. يعني هو خرج قال لكم هبوط، وبعد كده خرج، لان الكلام كان متناثر. جماعه يقولوا ده واقعه وهي بتغسل، ده جماعه يقولوا ده برشمه منع الحمل. انا زعقت قلت لهم منع الحمل ازاي وهي حامل بقى لها شهرين؟ الدكتور عمل التقرير بقى، ما عملش تقرير. بعد كده الحكومه هو بلغ، لان الحكومه جت لايمن هنا. الحكومه جت لايمن، شتم الحاجه دي، سبلها الدين وشتمها ونزلها. الجيران اللي كانوا واقفين شهدوا على منظر بقشعر الأبدان. الدم كان مغطي رجليها الثنتين، والكدمات الزرقاء والحمراء مالية وجهها وجسمها. وأيمن لساته مصر على كذبته. هاد حرق قديم يا ناس. الجارة ما سكتت، ركضت بالشارع من دكتور لدكتور وهي بتصيح: الحقوا البنت بتموت. أغلب الأطباء لما عرفوا إنها حالة جنائية خافوا يدخلوا، لحد ما وافق دكتور ابن حلال يروح معاها. أول ما وصل الدكتور طلع بوجهه شخص صيدلي كان أيمن جايبه عشان يغطي على عملته. الصيدلي طلع بكل برود وقال للناس: اطمنوا، البنت سليمة وما فيها شيء، شوية تعب وبتصحى. بس الدكتور اللي جابته الجارة ما اقتنع، دخل الغرفة وكشف على كريمة، وهون كانت الصدمة اللي جمدت الدم بالعروق. الدكتور طلع وجهه أصفر وقال لهم الكلمة اللي الكل كان خايف منها: البنت ميتة، الله يرحمها، ما في مجال لإنقاذها. لما سألوه عن السبب الدكتور حكى بجملة دبلوماسية: واضح إنه هبوط حاد بالدورة الدموية. بس الحقيقة كانت غير هيك. الدكتور شاف آثار الضرب وشاف نظرات الغدر بعيون أيمن وأهله، وحس إنه بوسط عصابة ممكن يغدروه بأي لحظة لو نطق بكلمة جريمة. الدكتور كان بده بس ينفد بريشه ويطلع من هذا البيت المريب. قال لهم: أنا طالع أكتب التقرير بالعيادة وببعثه. وهدفه الحقيقي كان إنه يبتعد عن مسرح الجريمة ويبلغ الجهات المختصة بعيداً عن بلطجة الزوج وأهله. مرت الساعات، وبين ما الجيران بركضوا والأمور بتتعقد وصل الخبر لأهل كريمة بعد العشاء. بس كيف وصلهم؟ وصلهم عن طريق فاعل خير من الجيران. حكى لهم: بنتكم وقعت عن السلم وتوفت، قضاء وقدر. أول ما وصلوا أهل كريمة استقبلتهم أم أيمن الحماة بتمثيلية مأساوية، وهي بتصيح وتلطم: يا خراب بيتي، يا دمار داري. أم كريمة وقفت مذهولة. أي بيت اللي انخرب؟ وهي اللي كانت تذوق الويل والضرب بداركم، وإنت هسه خايفة على بيتك؟ لما دخلت الأم وشافت بنتها انصدمت من المنظر. كريمة كانت ممددة على سرير حماتها ومغسولة ولابسة ملابس كاملة وحجابها مرتب على راسها. هون المحقق الذكي بيفهم شو اللي صار. بالوقت اللي كانوا الجيران بركضوا يدوروا على دكتور، كان أيمن وأمه مشغولين بشيء ثاني تماماً. كانوا بيمسحوا آثار الدم عن جسم كريمة وبيغسلوا عار جريمتهم، ولبسوها الحجاب عشان يغطوا آثار الضرب والكدمات اللي حوالين رقبتها. الشرطة وصلت وألقت القبض على أيمن فوراً، لكن أم أيمن ظلت مصممة ومتمسكة برواية الكذب. ليش تأخذوا ابني؟ البنت وقعت لحالها عن السلم، والله ما حدا لمسها. وهون انطرح السؤال الجوهري والمفصلي في التحقيق: يا حاجة، إذا البنت وقعت عن السلم كيف وقعت؟ وإيش اللي نزلها؟ وكيف وقعت سلم بتعمل كل هالدماء والكدمات اللي غطت جسمها قبل ما تغسلوها؟ طلعت الحماة برواية هزيلة ما بيصدقها عقل. قالت إنها هي الآمرة الناهية بالبيت، وإنها راحت تتسوق لأنه كناينها ما بيفهموا بالأكل، وإنها هي اللي ماسكة المصاري كلها. وهذا اعتراف صريح بالسيطرة المطلقة.
بتقول لما رجعت لقت كريمة بدها تغسل سجاد، وكريمة قالت لها: أنا دايخة. الحماة بكل حنية راحت اشترت لها كيس عصير ب5 جنيه وقالت لها: اشربي يا كراميلا وطلعي أغراض السوق عشقتك فوق. وبس طلعت كريمة سمعت الحماة هبدة قوية، وأثاري كريمة وقعت عن السلم لحالها. الحماة كانت تحكي الجملة وتناقضها بنفس اللحظة. مرة كريمة كانت بتغسل سجاد، ومرة لسه بدها تغسل والأرض مبلولة. والجيران كذبوها لما قالت إنها هي وأيمن طلعوا بالتوك توك سوا. الحقيقة إنها كانت واقفة على الباب، وأيمن طالع بالجثة لحاله. أما أبو أيمن فبدل ما يواسي أهل الضحية طلع يلوم كريمة ويقول عنها عنادية ومستفزة. الحماة أخذت الصحفيين على الشقة وصارت تفرجيهم الأكل وتقول: والله كنا مدللينها، أيمن كان يطعميها أندومي وكفتة وفراخ، وكأنها بتمنى عليها بأساسيات الحياة. بليلة 12 من ديسمبر 2025 صدر تقرير الطب الشرعي اللي خرس كل الألسنة الكاذبة. التقرير ما حكى عن وقعة سلم، التقرير حكى عن مجزرة بشرية، ضرب مبرح، كدمات وإصابات قوية جدا مغطية كل إنش بجسمها، لكمات غادرة. كريمة تلقت ضربات وحشية على منطقة البطن وهي حامل بالشهر الثالث، مما أدى لنزيف حاد وقاتل، ارتجاج ونزيف دماغي. ضربات قوية ومباشرة على الرأس أدت لنزيف داخلي بالدماغ. النتيجة الجنائية: كريمة ما ماتت بوقعة، كريمة ماتت بسبب نزيف حاد بمختلف أعضائها الحيوية ناتج عن اعتداء وحشي. بعد ما نزل تقرير الطب الشرعي وزلزل الأرض تحت رجليهم وبانت الحقيقة اللي ما تتغطى بغربال، قلبت الحماة الموجة 180 درجة. فجأة صارت الحزينة على كريمة، طلعت وبدأت تمثل دور المسكينة اللي ما معها تعين محامي لابنها، وبدأت تبكي وتلطم وتقول: والله بنتي كريمة أغلى من ابني، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه إذا كان ظلمها. بس مين بصدق؟ مين بصدق سيدة كانت قبل ساعات بتبرر الضرب؟ الحماة كانت بتقول: ما معي فلوس للمحامين، لو معي كنت جريت عليه، بس أنا مديونة من ورا جهازه. تخيلوا، لساتها بتفكر بالفلوس والديون وجهاز العرس، والبنت اللي انقتلت ببيتها لساتها ما بردت تربتها. الحقيقة اللي الكل عرفها إنه هاي الأم هي اللي نفخت بنار الحقد، هي اللي أقنعت ابنها طول عمره إنه سيد الرجال، وإنه مرته عبدة عنده وإله الحق يكسرها ويطحنها. هي اللي زرعت فيه فكرة إنه عقد الزواج هو عقد ملكية مش مودة ورحمة. كل اللقاءات اللي ظهرت فيها هالعيلة، الأم الأب والأخ، كانوا بيحاولوا يغسروا عيونهم عصر عشان تنزل دمعة واحدة صادقة، وما طلع معهم شيء. مراوغة، كذب، وتناقض بالأقوال بكل دقيقة. مرة بتقول: ما شفته ولا كلمته، بس اطلعنا ببعض. ومرة بتقول: بنتي وحرقت قلبي. هذا التضارب مش نابع من صدمة، هذا نابع من خوف. خايفين من حبل المشنقة. يا جماعة لو دققنا بكلام أم أيمن بنكتشف إنه الأكل والشرب كان هو المحور اللي بتدور حوله حياتهم. الحماة كانت مفكرة إنه ابنها لما يطعمي مرته لقمة هو هيك بيكون متفضل عليها، وإنه كريمة لازم تصحى وتنام وهي بتحمد ربنا لأنهم سمحوا لها تتنفس ببيتهم. أم أيمن عندها قناعة راسخة للأسف موجودة عند كثير سيدات بمجتمعاتنا، إنه البنت اللي بتدخل البيت هي خادمة وبالمقابل تقبل بفتاة الحقوق. الحقيقة إنه أم أيمن مش مجرد شخص، هي فكرة سامة، هي عبارة عن حلقة نفسية مفرغة. غالباً هي نفسها انظلمت لما كانت كنة وشافت الويل من حماتها، وبدل ما تكسر هالدائرة بالحب والرحمة قررت لما كبرت تمارس نفس السادية على كريمة.
كأنها بتقول زي ما أنا اندليت لازم تذوق الذل أنت كمان. وعشان نكون منصفين ومش بس نحط اللوم على عائلة أيمن، أهل كريمة كمان أجرموا بحق بنتهم. يا ناس يا عالم، لما بنتكم ترجع من أول شهر ومن أول ليلة وهي بتصيح من غرابة الأطوار ومن الضرب والظلم، هون لازم توقفوا. البنت أمانة مش غرض بدكم تخلصوا منه. وين الأمان لما ترجع وبأنفها جرح؟ وين الستر لما راسها ينخبط بالجدار؟ أهل كريمة ظلوا يحكوا لها عيشي اصبري لحد ما البنت ماتت. لا هي عاشت ولا حتى جنينها اللي ببطنها شاف النور. يا جماعة، لازم نفهم نقطة جوهرية وخطيرة. الزوج لما يشوف رجعوها عليه وهي مكسورة ومضروبة، هو هيك بيفهم إنه آخذ ليعمل اللي بده إياه. بصير يضرب ويعنف ويستعبد، مو خايف من شي، لأنه عارف ومقتنع إنه ما حدا رح يوقفه عند حده، وأهلها هم أول من خذلوها. زمان كان الأب والأم لما يزوجوا بنتهم يرفعوا إيديهم للسما ويدعوا يا رب يهدي سرها ويرزقها بالذرية. أما اليوم صار الأب والأم قاعدين وإيدهم على قلبهم، بستنوا بأي لحظة تليفون يخبرهم بوفاة بنتهم. مأساة بتكرر ورح تضل تتكرر إذا ما وقفنا بوجه غولة التقليد الأعمى. أيمن وبعد ما انكتب تقرير الطب الشرعي بالدليل القاطع صار بمواجهة حبل المشنقة. هو ما قتل نفس واحدة، هو ارتكب جريمة مزدوجة، قتل كريمة وقتل الجنين اللي ببطنها. وإذا ثبت تورط أمه بالتحريض أو المساعدة فرح تنال جزاءها العادل، لأنهم انتهكوا كل معاني الإنسانية. يا كل أب ويا كل أم، لما بنتكم ترجع وتشتكي اسمعوا لها، تقصوا الحقائق، شوفوا بنتكم بتنظلم ولا بتتبلى، وإذا كانت مظلومة كونوا سندها وظهرها. انسوا المجتمع، انسوا شو بدهم يحكوا الناس اللي خايفين من حكيهم عن الطلاق هم نفسهم اللي رح يوجهوا أصابع الاتهام لتقصيركم لما بنتكم ترجع لكم بكفن. المجتمع ما برحم، فلا تضحوا بقطعة من كبدكم عشان سمعة مزيفة قدام ناس ما بتشعر بوجعكم. كريمة صقر دخلت عش الزوجية وهي شايلة أحلام الدنيا، بدها تكون أم وزوجة وتعيش بسلام. ما كانت بتعرف إنها بتمشي برجليها لمسلخ بشري، وإنه أحلامها رح تندفن معها ومع جنينها تحت التراب. انتهت قضية عروس المنوفية، بس الوجع ما انتهى. خلوا قصة كريمة تكون عبرة، ولا تسمحوا للتاريخ يكرر نفسه. الله يرحم كريمة ويصبر أهلها، ويجعل دمها نور لكل صبية بتعاني بالخفاء، ونار على كل ظالم ومستبد. تذكروا دائما، والستر الحقيقي هو إنك تصون بنتك وهي عايشة، مش تستر عليها وهي بكفنها. إذا وصلت لهون وشعرت إن القصة لمست قلبك أو خلتك تفكر بغير طريقة، يا ريت تشترك بالقناة وتكون جزء من عائلتنا اللي بتحاول تنشر الوعي وتحكي بلسان المظلومين. فعل زر الجرس عشان نضل على تواصل ونكشف خيوط قضايا ثانية بتهم مجتمعنا. ولا تبخل علينا بلايك وكومنت تحكي إن فيه مين بتلوم أكثر بهالقضية، الزوج، الحما، ولا صمت الأهل؟